السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم عن دوري ابطال اوروبا. طبعا كانت الجوله السادسه الاسبوع اللي فات وانتهى دوري ابطال اوروبا دوري المجموعات. دلوقتي داخلين على دور ال 16. هنتكلم على الفرق اللي اتاهلت لدور ال 16، كل حاجه بقى عن دور ال 16 كده. نبتدي طبعا بالمجاميع. اول مجموعه هتظهر على الشاشه. المجموعه الاولى نابولي وليفربول، اللي اتاهل نابولي متصدر وليفربول الوصيف. المجموعه الثانيه بورتو المتصدر وكلوب بروج الوصيف. المجموعة الثالثة بايرن ميونخ المتصدر والوصيف انتر ميلان. المجموعة الرابعة انتر فرانكفورت ده الوصيف والمتصدر توتنهام. المجموعة الخامسة تشيلسي المتصدر والوصيف اي سي ميلان. المجموعة السادسة ريال مدريد المتصدر والوصيف لايبزيج. المجموعة السابعة مانشستر سيتي المتصدر بروسيا دورتموند الوصيف. المجموعة الثامنة طبعا دي مفاجأة بنفيكا المتصدر والوصيف باريس سان جيرمان. طبعا القرعة هتلعب يوم الاثنين يوم 7 نوفمبر في نيون بسويسرا. دي هتبقى الساعة 1 مساء، طبعا 1 الظهر يعني توقيت مصري. وطبعا ده يوم الاثنين 7 نوفمبر 7/11. طبعا في فرق خرجت من دوري ابطال اوروبا، وبرشلونة ويوفنتوس، فرق كتيرة بقى، واتلتيكو مدريد. دول هيلعبوا في اليوروبا ليج، دوري الاوروبي. الدوري الاوروبي هيبقى السنه دي قوي جدا، هيبقى في فرق كتيره من دوري ابطال نزلت، فرق كبيره تدخل مع الفرق اللي في الدوري الاوروبي. هيبقى ماتشات قويه. الدوري الاوروبي السنه هيبقى قوي. فده لسه بقى انا بنتكلم عن القرعه بتاعته والحاجات بتاعته. فبس ده طبعا ده ملخص الدور ال 16 والقرعه هيبقى ميعادها امتى. طبعا في ماتشات بقى الاسبوع الجاي. الدوري الانجليزي يوم الاحد في ماتشات قويه جدا، تشيلسي وارسنال يوم الاحد الساعه 2، وتوتنهام وليفربول الساعه 6:30. ده الجوله ال 15 من الدوري الانجليزي. الجوله ال 13 من الدوري الايطالي في ماتشات مهمه، روما ولاتسيو الساعه 7، يوفنتوس وانتر ميلان الساعه 10 الا ربع. ودي ماتشات قويه جدا. طبعا هيبقى فيه بقى ايه، انتظروا الفتره الجايه حاجات سيكريت وركس، اعمال سريه جدا وحاجات قويه جدا. فانتوا لو عليكم تنزل تعمل سبسكرايب ولايك وشير وتجهز كل حاجه وتحجز كل حاجه عشان تتابع كل جديد. وبس طبعا ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات وكل حاجه، وتابعني بقى على كل السوشيال ميديا. كرروا تاني، جديد شديد جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.